بتروجيت لم يصلنا عرض رسمي من الزمالك لضم حامد حمدان ونرفض التفريط في لاعبنا. حرصت إدارة نادي بتروجيت على إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق المتعلقة برحيل لاعبي الفريق وعلى رأسهم حامد حمدان وتوفيق محمد بعد اهتمام نادي الزمالك بالثنائي. وجاء في بيان بتروجيت كالتالي: نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة عن لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي ما يلي. أولا، لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار له. ثانيا، تمت اتصالات شفهية فقط من إدارة نادي الزمالك حول اللاعب حامد حمدان واللاعب توفيق محمد، وكان الرد بالتمسك باللاعبين نظرا لاحتياج النادي لخدماتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، والنادي لم يتطرق لأي تفاصيل مالية تخص عقد شراء اللاعبين مع الزمالك. ثالثا، إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية نظرا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم المقبل. رابعا، لاعبو الفريق مستمرين في خوض التدريبات بانتظام استعدادا للدوري، والنادي واصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة. خامسا، إدارة النادي تستنكر الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيها نظرا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق. ومجلس إدارة النادي بقيادة اللواء جمال فوزي يؤكد على حرصه على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق لتقديم أفضل النتائج في الموسم القادم للدوري الممتاز. النادي على مسافة واحدة بين كل الأندية، وقرار النادي من يحسم طريقة التفاوض وأن عقود اللاعبين مستمرة لموسمين وثلاثة قادمة. حصل اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجيت حول رغبته في التعاقد مع اللاعب حامد حمدان، ومسؤول الزمالك أبدوا الرغبة بتفهم موقف إدارة النادي، ولكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض. رأيك في الضغط اللي بيمارسه اللاعب على إدارة نادي بتروجيت للرحيل لنادي الزمالك وضغط الزمالك للحصول على الصفقة؟ وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.